السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة طبعا حصل هبوط حاد في البورصة المصرية وقفل على 19300 نقطة. طيب ايه اللي حصل في الجلسة النهاردة؟ الجلسة بعد ما كانت قفلت يوم الأربع على 19600 نقطة ابتدت بهبوط، وابتدت على 19500 نقطة ابتدت بهبوط 1 أو 2%. بعد كده فضلت إلى منتصف الجلسة ما بين 1% و2% هبوط، وكان بيتحرك ما بين 19600 و 19500. ولكن حصلت أخبار كلكم عارفينها طبعا، حادث الإسكندرية. طبعا ده أدى إلى هبوط البورصة إلى مستويات 18500 نقطة. طيب لما وصل المؤشر إلى 18500 نقطة دخلت المؤسسات المصرية والمؤسسات العربية إلى السوق واشترت الأسهم ولمت الأسهم زي ما بيقولوا. طبعا المؤشر لما وصل إلى 18500 نقطة المؤشر نزل 6%. طبعا معظم الأسهم تراجعت 10%، والسوق تقريبا بقى فيه أسهم كتير جدا توقفت عن التداول نظرا إلى هبوط الأسهم إلى مستويات 10% ماينس. طبعا ده كان في توقيت لما المؤشر وصل إلى 18500. تخيل حضرتك معظم الأسهم تراجعت 10%، وأسهم كتير جدا أصلا قبل ما السوق يصحح كانت أسعارها متدنية جدا. تخيل بقى لما تنزل إلى 10% ماينس. طبعا السوق والمؤسسات المصرية مش هتلاقي فرصة أحسن من كده إنها تلم الأسهم وفي نفس الوقت تسند المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية. أنا كنت قايل قبل كده في الجروب عندي في الفيسبوك وجروب الواتساب، هسيب لحضراتكم لينكات الجروب في أول كومنت في التعليق، ان المؤسسات المصرية بقالها فترة صافي بيع. الاسبوع اللي فات كله كان صافي بيع تقريبا. ولما حصلت او سمعنا عن خبر تصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وان التصنيف بتاع وكالة موديس نزل تصنيف مصر الى CAA، طبعا اكيد المؤسسات المصرية كان عندها علم ان في خبر جاي قدام مش لطيف. وطبعا حتى لو ما كانش فيه خبر لطيف او مش لطيف، البورصة والمؤشر وصل الى مستويات وقمم تاريخية، فمن حق المؤسسات بعد ما شالت السوق الفترة دي كلها انها تريح وتبيع. فطبعا باعت الاسبوع اللي فات وكان صافي بيع الفترة اللي فاتت. وانا توقعت ان بعد ما سمعنا عن خبر التصنيف الائتماني لمصر هيحصل تصحيح وتصحيح عنيف اليوم، وهتيجي المؤسسات المصرية تلم الأسهم وتشتريها مرة تانية وتبتدي فترة صعود إن شاء الله ونوصل إلى مستويات تاريخية. طيب أنا جايب النهاردة زي ما حضراتكم شايفين جايب سهم بي انفستمنت القبضة. أنا جايب ليه سهم بي انفستمنت القبضة؟ لأن عايز ألفت نظر حضراتكم على مدار تاريخ السهم ده من
لما ابتدى في البورصة من عام 2018 إلى 2023، هو زي ما حضراتكم شايفين كده عمل أكتر من موجة صعودية ثم موجة هبوطية زي ما حضراتكم شايفين هنا، وبعد كده موجة صعودية من 2020 إلى 2021، ثم موجة هبوطية من 2021 إلى 2022، من 2022 إلى 2023 موجة صعودية أخرى، وابتدى في الموجة الهبوطية اللي احنا فيها دلوقتي. طيب السهم يا فندم حضراتكم زي ما انتم شايفين وصل إلى 30 جنيه ونزل بتاريخ اليوم إلى 13 جنيه ونص. عمل انخفاض حضراتكم زي ما انتم شايفين 54%. لو احنا لاحظنا من بداية تاريخ السهم هنلاقي حضراتكم ان الموجة الهبوطية بتاخد انخفاض بمقدار من 50% إلى 60%. طيب الموجة اللي احنا فيها دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين الموجة لغاية دلوقتي عاملة انخفاض 55% تقريبا. يعني السهم ده قرب يخلص الموجة الهبوطية بتاعته. يعني إن شاء الله نتوقع بعد ما ينتهي من الموجة الهبوطية بتاعته هيبتدي رحلة صعود مرة أخرى زي ما عودنا على مدار تاريخه، وإن شاء الله يرجع تاني يخترق المنطقة اللي هو نزل منها اللي هي 30 جنيه ويطلع فوقيها بمشيئة الله، خصوصا ان السهم ده سهم استثماري وعليه اخبار قيمة جدا، وفي خبر استحواذ على سهم من اسهم البورصة المصرية وهو اوراسكوم المالية. ده كان تحليلي اليوم وتحليلي لسهم بي انفستمنت. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، واتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد والانضمام إلى جروب الفيسبوك وجروب الواتساب، وشكرا جدا لحضراتكم.